تجيبه ده من حمامات التلات بالسعر ده، تجيبه ده من ضرب سعادة بالسعر ده، لا. تجيبه ده من ابو النمرس بالسعر ده، لا. تجيبه ده من مستورد بالسعر ده، لا. افتح يا سمسم، اقفل يا سمسم. المكوة دي 3500 درجة مئوية، 80 جنيه من التوفيقية يا ناس، والله ما هتعرف تجيبه بالسعر ده. وتعالى قول لي يا مصطفى انا بحبك وبموت فيك. ان شاء الله انا هعرض وانت لازم تسمع. اول شيء انا هقدمه لحضراتكم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي اول حاجة هنا المكنة دي، مكنة الكعب بتاعت رجل. انا هعرض لحضراتكم في المحتوى حاجات قدامي بسم الله ما شاء الله، رفايع كتير جدا وليها خصائص في منتهى الجمال، حريمي ورجالي. وهعرض حاجات حلوة جدا جدا، ولكن انا ارجو من حضراتكم الاستماع جيدا، لان اللي انا هعرضه حاليا حاجات تحت متناول ايد الجميع، وخصائص انتم محتاجينها في كل اللي انا هقدمه لحضراتكم، وحاجات باسعار جميلة تخص الشباب وتخص البنات وتخص الحريم وتخص الرجالة، ايا كان بالنسبه للشباب الصغار او الرجاله المسنه او الستات المتوسطه في العمر او ايا يكن بالنسبه لاي سن. فعندي بسم الله ما شاء الله اول حاجه انا اقدمها عندي المكنه دي. المكنه دي طبعا احنا بنيجي في فتره الشتاء، الكعب بتاع الرجل الحريمي او الرجالي بيجنزر. شايفين المكنه دي بسم الله ما شاء الله الله اكبر، مكنه في منتهى الجمال. دي المنظر بتاع المكنه. المكنه دي شغلها ايه وعامله ازاي؟ ادي منظر المكنه. هنشيل اول حاجه الوش بتاع البلاستيك. انا كده شلت الوش معاكم. عندي الوش الداخلي ده، الوش ده صنفره للمكنه. ادي الظهر بتاع المكنه وادي الوش بتاع المكنه. الوش ده صنفره للمكنه. معاه كام وش؟ معاه عدد وشين. ادي الوش الثاني اهو في المكنه، ومعاه وصله يو اس بي. ادي الوش اهو. دي بتعمل ايه ووظيفتها ايه؟ عندي الوش ده صنفره، بس صنفره شديده وصنفره خشنه. وادي الوش الثاني. شايفين الوش الثاني عامل ازاي؟ وادي الوصله بتاع اليو اس بي اللي هي بتشحن، يعني هي بس معاش الراس بتاع الشحن. شايفين ادي الوصله. وادي الوش الصنفره الاول، ده بيتركب لو انا شلت ده، ودي بيتشال لو انا حابب ان انا اركب ده. عندي دي لما بتيجي تشتغل كده تشتغل كده، نورت اهي معايا كده بتشتغل. دي صنفره بتاع كعب الرجل، دي بيشيل الجلد الزائد. انا مشغلها كده، هبطلها اهي كده، انا بطلتها. معايا وش اهو، ده وش صنفره اهو، ده للكعب بتاع الرجل. حابه بقى تشيلي بيها اي جلد ميت يخص الكعب بتاع الرجل يتشال، يخص اي حاجه سواء بالنسبه لصوابع الايد، اي جلد ميت في الاطراف بتاع الايد مفيش اي مشكله. هي حاميه وشديده، والصنفره بتاعتها شديده. اقول لك صنفره 120، اقول لك صنفره 60، اقول لك صنفره 380. صنفره والله العظيم صنفره وشديده قوي. عنده زرار اهو، الزرار اهو. هشغل انا اهو. ادي ليها سرعتين، ادي سرعه اولى وادي الثانيه جديده. لو جبت على وشي صنفره ده عايزه البص بسم الله ما شاء الله صنفره اهي. ادي الوش الاول. حبيت اغير الوش ده، بيتغير معايا. برفع ده وبشيله وبنزل، بسقط الوش ده، يعني بركب ده مطرح ده وش اضافي ليها. هل دي بتتاكل؟ لا ما بتتاكلش. بسم الله ما شاء الله. عايزه حد يكون جاي من الغيط ويصنفر بيها كعب رجله، حاجه جميله. دي بديل للحجر بتاع الحمام، الحجر الاسمر او الاسود اللي احنا بنشتغل بيه. ادي الشغل بتاعه. دي بالنسبه للمكنه الاولى. ومعاها طبعا الوصله بتاع اليو اس بي لو انا حابب اشحنها، بشحن اهو وبتشتغل معاها بسم الله ما شاء الله الله اكبر. دي سعرها كام يا حاج مصطفى؟ دي العلبه بتاعتها دي سعرها 150 جنيه، حاجه بسم الله ما شاء الله الله اكبر. دي طبعا بالنسبه للمكنه الاولى. عندي المكنه الثانيه، دي مكنه بتشتغل ازاي؟ دي مكنه صنفره للبشره. دي معاها كام وش؟ معاها دي الوش الاول الفرشه الاولى، معاها دي الوش الثاني المساج كده، مش عارف ظهر لحضراتكم، هو عباره عن بلي من جوه. دي الوش الثاني اهو، ومعايا وش ليها اهو، دي فرشه اهي، ومعاها وش تاني سفنج، ومعاها وش تاني نفس النظام سفنج مضغوط، ولكن ده تحس للملمس بتاع الفرشه او السفنجه ناعم. عندي 2 ملمس اهو. دي طبعا ممكن تشتغل مع حضرتك في اي ميك اب، حابه تشغليها بالسفنجه البسيطه والميك اب يشتغل معاكي والوشاش بتتغير. يعني عندي وش تاني اهو، دي الوش الاول اهو. شايفين الوش دي بسم الله ما شاء الله لاي ميك اب انت حابه تعمليه. ادي الوش الاول، وادي طبعا الوش الثاني. تمام كده وشين. ادي الوش الثالث، ادي الوش الرابع، وادي الوش الخامس في المكنه. هشغل معايا الماكينه، هشغلها معايا كده. انا شغلتها اشتغلت اهي، بتلف اهي.
كده انا بعمل بيها صنفره. لو حطيت اي كريم او اي صنفره حابب ان انا احط ماسكه او اي حاجه واصنفر بيها وشي، كده بتصنفر معايا وبتنعم معايا. طب انا عايز اقفل المكنه هي مستويين، هقفل المكنه وحابب ان انا عايز اغير الوش ده واركب وش تاني. كده انا شلت الوش الاول اهو، الوش اللي هو الفرشه معايا اهو، هركب الوش التاني. لو انا حابب اعمل اي مكياج او حابب ان انا احط اي ميك اب واخلي الميك اب يبقى متوزع على جميع اتجاهات البشره، مفيش اي مشكله. شغل معايا اهو، وهبتدي طبعا مش عايز اقربها من بشرتي. عندي ده كده طبعا اشتغل مع الوش التاني اهو. عندي نفس نظام الوش التالت هشغله معايا طبعا بالنسبه للسفنجه او بالنسبه للمساج او بالنسبه للسفنجه التالتة بيشتغل معايا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وببتدي ان انا اشغل السفنجه، حاجه في منتهى الجمال وحاجه محترمه جدا. طبعا دي سعرها الماكينه دي سعرها طبعا 150 جنيه. ادي الكفر بتاعها زي ما ظهر كده امام حضراتكم. دي طبعا بالنسبه للوشاش او الماكينه الثانيه. طب عندي ايه الماكينه الثالثه؟ طبعا انا حابب ان انا انوع للنساء وللرجال، لان حابب اللي كله يشاهد معايا الفيديو. ده طبعا مكانتين انا هتكلم فيهم حاليا، ولكن برضو هتكلم في حاجه تخص الشباب. عندي اولا الشباب بتجيب الوش ده، الوش اللي بيتلبس في الوش ده طبعا عباره عن شكل جمجمه، في منه جميع الالوان، ولكن ده يتماشى معاك ليل ونهار مفيش اي مشكله. هو بيتماشى على الاثنين، لان في وش زي ده بيبقى مقفول، يشتغل معاك شمس وما يشتغلش معاك بالليل، ولو اشتغل معاك بالليل ما يشتغلش معاك بالنهار. ده بيشتغل على الاثنين، بيشتغل معاك اضاءه بالنهار والاضاءه الليليه. ده طبعا الحجم بتاعه ودي سعره. ده بيتباع في التوفيقيه، في ناس بتجيبه في التوفيقيه، في الناس اللي فرشه في الشارع. اول ما بيتكلم معاك بيتكلم في 150 وبيوصل معاك ل 120 جنيه. طبعا بتيجي تقول له 100 جنيه ما برضوش يدولك، وفي ممكن يدولك ب 100 جنيه، ولكن صعب جدا جدا ومن النادر ان حد يدولك ب 80 جنيه. انا عرضهولك ب 80 جنيه. ادي الوش مبطن من جوه اهو، والحجم الكبير مش الحجم الصغير، والمستوى العريض، المستوى اللي بيقفل معاك الوش كله. ادي طبعا الاستيك بتاعه، وده بسم الله ما شاء الله الله اكبر بيقفل الوش كامل متكامل. دي سعره عندي انا 80 جنيه. طبعا مش هتلاقي الاسعار اللي انا بتكلم فيها ده. عندي الكشاف ده، الشباب بتحب تجيب الكشاف ده. ده الكشاف ده ما حدش يعرف يجيبه. حد يقول لي يا حاج مصطفى لا ما حدش يعرف يجيبه. عندي الكشاف ده، انت عشان تجيب الكشاف هتجيب الكشاف ده، مش هتجيب الكشاف اللي انا وريته لحضرتك ده. الكشاف ده بسم الله ما شاء الله يشتغل مع الناس اللي في الغيطان. ده بيشتغل وشين، الوش الاول دي اللي اتدت، وبيشتغل الوش الثاني ليه زرار من هنا وليه زرار من هنا. وادي الاستك بتاعه اللي بيتربط على راسك وانت بتشتغل اثناء الشغل بتاعك سواء في الغيط او في اي مكان. بيبقى الواجهه بتاعته عامله زي اللي انت شايفها كده امام حضرتك. بتشغل ازاي؟ بدوس على الزرار ده اشتغل معايا اهو كده اشتغل الوش اللي فوق. طب عايز اطفي اسك اهو، ده شغلت الوشين مع بعض. طب انا هقفل وش وهشغل وش كده. انا طبعا معايا زرارين، ادي وش اهو، هقفل الوش ده كده، لقيت وشين هقفل وش اهو كده، قفلوا مع بعض كده. انا بايدي الاثنين وبفتحهم مع بعض، وحابب استغنى عن وش واشغل وش كده. هو طفى اللي فوق كده، طفى معايا اللي فوق، شغال اللي تحت، ولكن ده الاضاءه بتاعته شديده جدا. ده بيتباع بكام؟ ده عشان حضرتك تجيبه النهارده هيعمل معاك 100 جنيه، لا انا هديهولك ب 50 جنيه. ده بيشتغل معاه وشين وشديد جدا وعلى ليدات، والليدات بسم الله ما شاء الله الله اكبر في منتهى الجمال. طبعا عندي الليدات دي عشان حضرتك تجيبها هتجيب الكشاف ده مش اقل من 100 جنيه، لا انا هديهولك ب 50 جنيه. وادي العلبه الخاصه بيه. خد سكرين واسال عليه وشوفوا كام. انا هديهولك ومعاه وصله يو اس بي بيشحن. ادي الوصله بتاعته، ده انا هديه لحضرتك ب 50 جنيه. طب عايز ماتيريال اعلى هديك ماتيريال اعلى. عندي كشاف تاني، ده الطب بتاع الكشافات، وده اعلى جوده واعلى ماتيريال في الكشافات. ده طبعا انا جايبه خاص بيا انا اشتغل بيه، لاني انا عندي في الاضاءه بتبقى ضعيفه امام نظري، فبحب ان انا اشتغل بحاجه شديده زي كده. مع الوصله اليو اس بي مع الاستيك الخاص بيه. ده بيشتغل تاتش باللمس، ما بيشتغلش ده هوائي، يعني ما بيشتغلش اللي انا ادوس عليه تاتش، لا بيشتغل معايا هوائي. طبعا هبتدي اللي انا كده انا شغلته شديد جدا، اللي انا لو مشيت ايدي من عليه، اللي انا لو جيت شغلت التاتش بتاعه كده بمشي ايدي من عليه من فوق بيشتغل. شايفين كده؟ شلت ايدي، شايفين كده؟ اهو كده اشتغل. طب انا عايز اقفله اهو، قفل معايا. شايفين بيقفل ازاي؟ انا عديت اهو كده قفل، هعدي ايدي تاني اشتغل. الكشاف ده انا جايبه ليا في منتهى الجمال. شايفين بيقفل وبيفتح ازاي؟ الكشاف ده انا عرضه بكام؟ عرضه ب 150 جنيه. والله ما هتعرف تجيبه بالسعر ده. ده بسم الله ما شاء الله ده يتخطى ال 300 جنيه، لان ده كشاف شوف بايدي ازاي طفى. افتح يا سمسم، اقفل يا سمسم، افتح يا سمسم، اقفل يا سمسم.
بسم الله ما شاء الله، شغال على سنسور حساس وبيشتغل معاه لو ثبتت السنسور برضو نفس النظام بيشتغل معايا عادي ويده يطفي سواء بالسنسور او من غير سنسور. ده هتاخدوا مني شايفين اضاءته عامله ازاي؟ قلب معايا اضاءه حمراء كده. ايه ده اضاءه حمراء؟ بيدي كذا اضاءه. بص الاضاءه دي اضاءه تاني. دي طبعا انا جايبه ليا دي في منتهى الجمال، بيديك كذا لون من الاضاءات وانا جايبه ليا خاص بيا واللي عايز منه ده عامل 150 جنيه الكشاف ده. طبعا ده بالنسبه للكشاف. عندي هنا ماكينه حريمي، عندي هنا نوعين وكل نوع يختلف عن التاني في السعر وبالنسبه للاحجام. بالنسبه للحاجات المتواجده فيه عندي المكنه دي عباره عن ايه؟ المكنه دي نوعها كيمي. طب ايه اللي جاي معاه؟ دي حريمي لازاله الشعر، حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا جدا. طب عندي هنا هشيل الورق الخاص بيها. طبعا عندي المكنه دي يعني بتتكلم عن نفسها. اولا ادي الاعداد والحاجات اللي جايه معاها. معايا هنا الشاحن الخاص بيها، الشاحن ده بسم الله ما شاء الله جاي كامل مع الماكينه. ومعايا طبعا النظافه بتاعتها اهي اللي بتتحط بتتلبس في الايد وبتتنضف بيها زي الفرشه. عندي هنا طبعا بالنسبه للحاجات دي لو انا جيت بصيت على المكنه ادي المنظر العام بالنسبه للمكنه. شايفين المكنه بسم الله ما شاء الله الله اكبر جميله. معاها كام سلاح المكنه دي؟ معاها عده اسلحه. عندي الشغل بتاع المكنه شايفين صوتها عالي جدا وجميله جدا ومحترمه جدا. طبعا بتمشيها بتزيل معاك الشعر. الحريمي طبعا هي بتنتش الشعر زي الفتله، انا ماليش في الكلام ده. طبعا هقفل معايا الماكينه اهي كده، قفلت الماكينه. هفتح الماكينه شديده جدا موس تشتغل معاكي بسم الله ما شاء الله. عندي فرشه التنظيف بتاعتها. عندي الوش الثاني بتاعه، الوش ده نفس النظام وش تنعيم. وعندي طبعا بقى هي مزوده بايه؟ عندي معاها القلم ده خاص بتقليم الاظافر او الاظافر. عندي دي بسم الله ما شاء الله جاي معاه المجموعه بتاعته كام قطعه. عندي ادي بسم الله ما شاء الله ادي قطعه اولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. كل ده خصائص الضفائر للنساء. عندي هنا لو شلت اول جزء وحابب ان انا اجربه على الماكينه ادي الماكينه اهي. هاجي اركب الجزء الاول كده ركب معايا، هشغل معاه الماكينه ادي الماكينه اهي كده شغاله معايا كده وقفت كده اشتغلت. هعمل بيها الضوافر اقلم اي شيء يخص الضوافر كده انا باقلم معايا اهو. شايفين بيعمل معايا ازاي؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر. هشيل الجزء ده وهركب جزء لصنفره الضوافر سواء بالنسبه للضوافر الاساسيه او الضوافر التركيب او بالنسبه للجلد الميت اللي في الاظافر او اللي حوالين الاظافر. عندي كده اشغل اهو ده جزء تاني ركبته. هبتدي اللي انا شديد قوي على فكره اهو انا مشغل اهو. هقرب اهو بصوا حضراتكم اهي سامعين؟ طبعا الماكينه دي غنيه عن التعريف، دي كيمي ومكنه محترمه ومكنه في منتهى الجمال. طبعا سعرها كام المكنه اهي؟ مكنه جميله جدا وتحفه. دي سعرها كام يا حاج مصطفى؟ سعرها 550 جنيه. دي طبعا بالنسبه للمكنه الاولى. طب عندي الشبيه ليها بالنسبه للمكنه الثانيه نفس النظام بالنسبه للنوع كيمي. عندي ادي منظر المكنه ولكن دي تختلف عن دي شكلها مبطط. الثانيه اللي انا اتكلمت ب 550 ادي الشكل ما بين الاثنين. دي ام 350 جنيه، دي ام 350 جنيه ولكن المكنه دي ام 550 جنيه اللي مزوده بالاظافر. عندي طبعا دي بالنسبه لشكل المكنه لو شغال برضو المكنه جديده. طب ايه اللي مشاط؟ انا كده مشغل اهو مع حضراتكم وليها كشاف اهو. هقفل كده انا قفلت مع حضراتكم. معاها وصله يو اس بي فقط مش شاحن. طب ايه المزود معاها؟ معهاش حاجه ثانيه، هي دي جايه فقط لا غير ب 350 جنيه. معاها وش معهاش وشاش، معهاش غير الوصله بتاعت اليو اس بي ودي عامله 350 جنيه. كده اظن دي بالنسبه للمكنه الثانيه. طب ايه تاني انا هشرحه مع حضراتكم؟ عندي هنا دي ميزان. الميزان ده ميزان مستورد، ميزان مطبخ. طبعا كل اخ او كل اخت بتحتاجه معاها في المطبخ بتوزن عليه بعض القطع. طبعا عندي ده المستورد مش المصري. المصري منه عندي ب 90 جنيه ولكن المستورد ده عامل 150 جنيه. الميزان ده ديجيتال حاجه في منتهى الجمال وحاجه جميله جدا ومستورد. عايز حضرتك تفرق ما بين المستورد وما بين المصري. معاه طبعا الحجره وميزان في منتهى الجمال وده بيشيل 10 كيلو معايا فعلي مش 10 كيلو ويشيل 5 كيلو، لا مفيش الكلام ده. معايا هنا مكوتين، المكوتين دول نسائي حريمي ويمشي رجالي. عندي دي شكل المكوه الاولى والمكوه دي سعرها 250 جنيه. عندي مكوه تاني سعرها 200 جنيه ولكن انا هفرج حضراتكم على مكوه. عندي المكوه دي لو بصيت كده عليها بتشتغل معايا هنا على زرار وادي منظر المكوه وشكل المكوه
بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، شكلها جميل ومحترمه جدا. طبعا درجه الحراره الخاصه بيها مش مكتوبه على المكوه، ولكن المكوه دي عامله معايا 200 جنيه. معايا مكوه تاني الحراره مكتوب عليها 700 و 750 درجه حراره مئويه، وادي المنظر الخاص بيها، وسعر المكوه دي 250 جنيه. يبقى انا كده معايا نوعين من المكوه، المكوتين سيراميك وحاجه محترمه وحاجه في منتهى الجمال. شايفين شكل المكوه دي عامله ازاي؟ المكوه دي بكام؟ المكوه دي سعرها دي بيبي ليس، عندي المكوه دي سعرها 250 جنيه. انت ما تعرفش تجيبها بالسعر ده، وما تعرفش تجيب مكوه بالمنظر ده. والمكوه دي عشان تتباع لك النهارده تتباع لك ب 500 جنيه وب 700 جنيه وهيبقى عامل معاك واجب. لا، انا بتكلم معاك في 250 جنيه، مش بتكلم في 500 جنيه ولا في 750 جنيه. المكوه دي ب 250 جنيه اقسم بالله، مش بفلوس. والمكوه الثانيه دي ب 200 جنيه. يا عم انت بتنفعل ليه وبتزعق ليه؟ لان انت حضرتك مش هتعرف تجيبها بالسعر ده. طبعا دي بالنسبه للمكاوي. لما اجي طبعا اتكلم بالنسبه للمكنه دي او للسخان ده او للهيتر ده، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا انا ده تاتش، درجه الحراره 3500 درجه مئويه. هتشوي عليه حديد، مش هتقلي عليه سمك، هتشوي عليه حديد. هعمل عليه فراخ، هتشوي عليه حديد. هعمل عليه لحمه، يسوي لحمه، هتشوي على حديد، هتغلي عليه حديد. عندي الجهاز ده انا هبتدي اللي انا اشغله كده، هحط الكابل الخاص بيه وهبتدي اللي انا اشغل تاتش. عندي هنا طبعا هبتدي اللي انا اوصل لحضراتكم. هنا هفتح زرار الباور، اشغل هنا، اشتغل اهو فوق. طبعا جايب العداد معايا وسامعين كده يشتغل معايا. سامعين المروحه؟ شكل الظهر وادي شكل الوش. شايفين احمر ازاي؟ لو طفيت معايا الاضاءه هتشوف النار عامله ازاي. بصوا لما اطفي الاضاءه، شايفين النار عامله ازاي بتاع السخان؟ طبعا انا الاضاءه مش طافيها كامله. شايفين عامل ازاي؟ الاضاءه بتاعته سخونيه شديده جدا. من ورا جايب ساقعه لان المروحه بتمتص السخونه. عندي هنا شايفين درجه الحراره اهي، جايه معاه 3500 درجه. دي يشوي بني ادمين لا قدر الله. شايفين؟ وعندي تايمر الوقت. بص انا بقفل وبفتح. شايفين عامل ازاي؟ حاجه يعني انت هتاخدها مني هديه. دي سعره كام؟ دي بيتباع اونلاين، بيتباع بفلوس. انت النهارده حضرتك تجيبه اونلاين تجيبه بفلوس. طب اجيبه بكام يا حاج مصطفى؟ هيتخطى معاك ال 1500 جنيه وال 1000 جنيه. لا ادولك ب 750 جنيه. ايه؟ ب 750 جنيه. حاجه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هو بص شديد جدا، وحاجه مش قادر اقول لحضرتك عامله ازاي في ايدي حاليا وانا ماسكها. ده طبعا حاجه شغل في منتهى الجمال. عندي ايه تاني؟ عندي بالنسبه للشباب انواع الاساتك دي. الاساتك دي انت النهارده لما بتيجي تشتريها لاي حد حابب يربط بيها، سواء عنده مكنه او حابب اللي هو ياخد الاساتك دي يربط بيها، بيجيب الاستك دي من التوفيقيه، بيجيب المتر ونص، مش ال2 متر ده 2 متر. بيجيب المتر ونص ب 60 جنيه وب 50 جنيه وب 70 جنيه. لكن يعرف يجيب لي ال2 متر ده في التوفيقيه بيبيعوه ب 80 جنيه يا ناس. انا هبيعه بكام؟ هبيع لك ده ب 40 جنيه ال2 متر. الاستيك الاصلي ال2 متر هديك الكعب بتاعه النيكل كروم، مش ابو يد سودا. لو جبته ده النيكل كروم ده وبالشكل ده اللي هو بيلمع ده والاستيك ده، وجبته ال2 متر بال40 جنيه، لا مش هتعرف. ده انا هدولك ب 40 جنيه اثناء انت ما هتجيبه ب 80 جنيه من التوفيقيه يا ناس. والله العظيم ده انا هدولك ب 40 جنيه. 2 متر خليك صاحي عشان لما تروح التوفيقيه الناس اللي بتفرش قول له ال2 متر بكام والمتر ونص بكام، وتعالى قول لي يا مصطفى انا بحبك وبموت فيك. ده طبعا هدولك ب 40 جنيه. الشباب هي اللي فاهمه الكلام ده. طبعا عندي هنا دي بالنسبه مكنه كيمي، وعندي هنا مكنه تاني كيمي، وعندي هنا مكنه حلاقه تاني كيمي. من اعلى وافخم وافضل واحسن وارقى وانواع المكن الكيمي على الاطلاق الزيرو. ان قدمت في فيديو مقبل قلت لك دي افضل مكنه، قول مصطفى دي مش جدع، مصطفى ده
مش عارفين ناخد منه كلمه صادقه. ليه؟ لان مش هجيب لك افضل من دي. دي مكنه زيرو فقط لا غير، معاها مشاط ولكن شغلها زيرو فقط لا غير. دي المكنه الاولى شغاله على 2 وصله USB وعلى كوندكتور او كوندكتور. فانا هطلع كده اشيل الكيس بتاعها عشان اوصل لحضراتكم يعني ايه USB ويعني ايه وصله عاديه. المكن ده من المكن اللي انت مش هتعرف تجيب زيه، وده احفادك لما يكبروا يقول لك احنا عايزين نجيب مكنه زي دي، هتقول لهم الله يرحمه ده كانت عند عم مصطفى زمان عارضها على اليوتيوب. عندي هنا ادي دماغ الشاحن اللي معاه، ده مش شاحن عادي بتاع تليفون، لا دي وصله مخصصه للمكنه. شايفين شكل الوصله عامله ازاي؟ وادي شكل الشاحن وادي شكل المكنه اللي مش هتعرف تجيبها ومش هتلاقيها بالسعر اللي انا هوصفه لك ده. عندي ادي المكنه اهي، ليها وصله USB من هنا وليها وصله للشاحن اهي. كده انا وصلت وصله الشاحن اهي غير الوصله USB. يعني لو جبت اي وصله USB هوصلها لك من هنا، بتاخد معايا وصلتين. طبعا المكنه دي في منتهى الجمال. سعرها كام يا حاج مصطفى؟ ادي وصله USB اهي. طبعا دي بتخش كده عندي هنا بيبقى وصلتين، وصله شاحن للتليفون ووصله العاديه. المكنه دي مش هتلاقي زيها في الدنيا بالسعر ده ولا بالماتيريال. دي انضف مكنه انا بشتغل بيها في صالون الحلاقه عندي. دي زيرو فقط لا غير، دي سعرها 350 جنيه. ايه 350 جنيه. وعندي المكنه الثانيه دي نفس النظام ونفس وصف المكنه دي ولكن تختلف. معاش وصله الشاحن اللي انا اتكلمت عليها ولكن معاها وصله USB فقط لا غير، ودي سعرها 350 جنيه. يعني انا اديك ب 350 جنيه ودي ب 350 جنيه، والثانيه دي المفروض اقول لك 400 جنيه ولكن برضه اديها لك ب 350 جنيه وخلي الناس ترزق. طبعا دول بالنسبه للثلاث مكنات. عندي ايه تاني؟ استنى اوريك حاجه حلوه قوي. اوريك الهاند بلندر اللي في منتهى الجمال الروعه اللي انت مش يعني هتستغرب. الاخت اللي هتشوفه هتستغرب، هتقول لي ايه الهاند بلندر الغريب ده؟ شايفين الهاند بلندر ده؟ جاي حاجه تحفه وحاجه محترمه وحاجه جميله. ده هاند بلندر ايه؟ ده كبه. لا هاند بلندر كبه، هاند بلندر كبه والله هاند بلندر. شايفين الهاند بلندر ده عامل ازاي؟ هشيل الكيس بتاعه. حاجه جميله قوي الهاند بلندر ده، حاجه انت اول مره تشوفه. يعني جاي كبه وفي نفس الوقت هاند بلندر وفي نفس الوقت مضرب للبيض غريب الشكل والمنظر. عندي هنا دي الجلده اللي بتقعد تحت في القعده تحت الحله اثناء التحضير وانت حضرتك بتفرمي عليه. شايفين السكينه بتاع الكبه او الهاند بلندر كام سلاح؟ 1 2 3 4 اسلحه. كده انا بركب عندي، ابتدي اركب كده او اقفل الوش بتاع الغطا. شايفين الهاند بلندر ده؟ حاجه جميله قوي وحاجه تحفه وحاجه هتعجبكم قوي. كده انا قفلت معاه الحله. هاند بلندر يا ناس، شايفين الهاند بلندر؟ بص انا هفتح مع حضراتكم كده ونبص عليه ونتفرج على الدماغ بتاعته. ادي الراس بتاعته جايه في كرتونه لوحدها. شايفين ده بيشتغل ازاي؟ حاجه جميله. انا استغربت لها اول ما شفته، قلت ايه الهاند بلندر الجميل ده؟ لا وجاي معاه ايه؟ جاي برده معاه المضرب بتاعه اللي هو الاستانلس، يعني مش جاي لوحده. شايفين المضرب الاستانلس جاي معاه، وهوريكم الدماغ بتاعته في منتهى الجمال. عندنا لو بصيت على الدماغ الاول، ادي الدماغ اهي معايا. شايفين شكل الدماغ؟ الجامبو الحجم الكبير وسرعتين و800 واط يا ناس. شايفين كده لما اركب انا اهو الحله ايه؟ هحط الهاند بلندر اهو. عمركم شفتوا الهاند بلندر ده؟ هاند بلندر يا ناس. شايفين عامل ازاي؟ الهاند بلندر اهو وسرعتين اهو. تيجي حضرتك تدوس على السرعه الاولى والسرعه الثانيه معاكي كبه يعني مش يعني هاند بلندر يا ناس. شايفين عامل ازاي؟ شايفين الشكل والمنظر عامل ازاي؟ ايه يا عم الجمال ده؟ ايه الفخامه دي؟ لا لا لا. ومعاك الاستانلس، العمود الاستانلس بتاعه نفس النظام. اشيل كده الراس بتاع الهاند بلندر او الموتور واركب كده يشتغل معايا 200%. هاجي اللي انا ابتدي اركب هنا كده بقى كبه يا ناس. شايفين عامل ازاي؟ حاجه جميله. معايا ايه تاني؟ هوريك معايا ايه تاني. معايا عصايه جميله قوي، عصايه مضرب بيض. شايفين المضرب ده؟ مضرب بيض يا ناس. طب دي بتعمل بيه ايه؟ هقول لك. بتيجي انك انت بتشيل ده وبتبتدي ان انت هتشيل ده، وهشيل المستوى الداخلي اللي هو بالنسبه للسكاكين هشيلها كده على جنب، وهبتدي اركب ده مضرب البيض ده. اركب اهو. شايفين مضرب البيض عامل ازاي؟ والتروس بتاعته عامله ازاي؟ هركب ده كده هنا اهو. كده ركبته جوه. ادي المنظر بتاعه كده ركبته. هبتدي ان انا اركب كده الغطا بتاعي، وابتدي ان انا اركب كده الوش بتاعي كده يضرب معايا طبعا البيض. مش ده مضرب احلى من مضرب البيض. كده شلت كده وريتك الهاند بلندر. سعره كام يا حاج مصطفى؟
سعره 850 جنيه، مش هقول لك 1000 ونص، مش هتعرف تجيبه ده من حمامات التلات بالسعر ده، تجيبه ده من ضرب سعاده بالسعر ده، لا تجيبه ده من ابو النمرس بالسعر ده، لا تجيبه ده من مستورد بالسعر ده، لا ده بسم الله ما شاء الله الله اكبر ب 850 جنيه. انا عايزك تتبسط بالاسعار اللي انا بتكلم فيها دي وتقول لي يا عم مصطفى الله يبارك لك الله يخليك. عندي بقى الطقم ده طبعا بتاع المكرونه البشاميل، حابه تعملي فيه كيكه، تعملي فيه مكرونه بشاميل، ده طبعا مكتوب عليه الدهان، 3 صواني، صينيه اولى، صينيه ثانيه، صينيه ثالثه، طبعا ال3 احجام الكبار، مكتوب على الطقم الدهان. دي سعره كام يا حاج مصطفى؟ سعره 450 جنيه، دي سعره 450 جنيه. ده طبعا في منتهى الجمال وحاجه جميله جدا. طبعا ده 3 قطع ويتماشى مع اي عروسه. ده طبعا الطقم الاول. عندي طقم بسبوسه، الطقم ده عامل 400 جنيه. الطقم ده طقم بسبوسه اهو مع حضراتكم، ال3 قطع خاصين بالبسبوسه. ادي القطعه الاولى، طبعا دي القطعه الاولى الصينيه الاولى، دي الحجم الاول. عندي ده الحجم الثاني بالنسبه للصينيه، عندي ده الحجم الثالث. ده طقم بسبوسه مكون من 3 قطع غير طقم الكيكه اللي انا فرجت حضراتكم عليه. عندي ادي الطقمين اهو، ادي الطقم الاول اهو تمام، وعندي ادي الطقم الثاني زي ما ظهر كده امام حضراتكم. دول طقمين 450 وادي 300 وادي 400 جنيه، انا اسف. يبقى كده معايا 450 ومعايا 400 جنيه طقم البسبوسه. ده طبعا بالنسبه للطقمين. عندي ايه تاني؟ عندي هنا كبه في منتهى الجمال. ايه الكبه اللي في منتهى الجمال؟ هوري لحضرتك الكبه دي، حاجه تحفه وحاجه جميله وحاجه محترمه. شايفين الكبه دي عامله ازاي؟ ايه الكبه ده؟ ترمس ده؟ ترمس؟ لا كبه لا ده ترمس كبه. شايفين الكبه عامله ازاي من الداخل؟ وكم سلاح. الكبه دي تفرم ايدك لا قدر الله، تفرم عظم. الكبه دي في منتهى الجمال. بتشتغل ازاي؟ عن طريق الغطا ده. دي بتشتغل عن طريق الغطا ده. دي كبه الماتيريال بتاعها عالي جدا، غير الكبه اللي انا عرضتها لحضراتكم في الفيديوهات السابقه، غير الكبه دي. يعني الكبه دي شيء، والكبه اللي انا عرضتها لحضراتكم في الفيديوهات السابقه برضو شيء تاني. في كبه، شايفين الكبه دي عامله ازاي؟ دي كبه تانيه اهي، ادي منظر الكبه اهي، ودي كبه منظر تاني. طب اني الاقوى واني الافضل واني الاحسن؟ طبعا 100% الكبه دي. الكبه دي طبعا بتشتغل، ادي الوش بتاعها، ودي طبعا دي نفس الشكل ونفس النظام. دي ب 200 جنيه ودي ب 450 جنيه، لكن دي كبه تقيله وستانلس وموتورها قوي وشديد، والكبه دي 800 واط. وده الزرار بتاعها اللي بيشتغل عن طريق الغطا. شلت الغطا دي مش هتشتغل معايا، حطيت الغطا، ادي معايا الزرار اهو، وزي بنزل بيه وبطلع بيه، شديده جدا وجميله جدا. وادي الشكل المطحنه من الداخل. دي سعرها 450 جنيه. طبعا دي بالنسبه للشكل الثاني للكبه. عندي هنا هاند بلندر فقط لا غير، السعر بتاعه عامل 300 جنيه. ده بينزل بايه؟ طبعا بينزل بالاستانلس بتاعه فقط لا غير. ادي شكل الهاند بلندر ده، سعره 300 جنيه. سعره 300 جنيه. بيجي كده طبعا من غير الكبه الخاصه بيه، بيجي من غير الدوره الرفيع اللي معاه، بيجي من غير مضرب البيض، هو جاي زي ما هو كده ب 300 جنيه. طب ما فيش حاجه اعلى منه شويه يا حاج مصطفى متوسطه؟ عندي حاجه تاني سعرها 350 جنيه، طبعا كحجم اكبر وقوه واط اعلى. وعندي هنا لو بصيت عليه من الداخل بيجي عن طريق كرتونتين. ادي الكرتونه الاولى طبعا نفتحها ونبص عليها ونشوف الماتيريال الخاص بيها. عندي ليها دوره اهو، يعني دي معايا دوره زياده، ولو بصيت عليها من الداخل هشوف السكينه من جوه، او اشوف بالنسبه للراس الموتور هبص عليه. عندي هنا بيجي طبعا مزود، طبعا عندي هنا ادي الموتور وبيجي معاه السكينه الاستانلس بتاعته، يعني ده كده زياده عن الثاني ده بالدرق بتاعه. ادي الدرق بتاعه وادي المنظر بتاعه. دي زي كام؟ قلنا الاول ده 300 جنيه وقلنا ده 350 جنيه. يا بلاش، انا بعرض لكم حاجات اقسم بالله في منتهى الجمال. طب في حاجه تزيد؟ في حاجه تزيد تاني عندي هنا ايه. طب ايه اللي يزيد تاني عندي هنا؟ عندي لو بصيت على ده عامل 450 جنيه. طب ده ايه الدنيا ماشيه فيه ازاي؟ هنبص عليه، وطبعا الواط بتاعه اعلى من الواط اللي انا قدمته لحضراتكم. شايفين الراس الموتور بسم الله ما شاء الله الله اكبر، حاجه فخمه وحاجه كبيره، والدرق بتاعه اعلى واقوى واكبر. شايفين المنظر بتاع الدرق عامل ازاي؟ الشفافيه بتاعته بسم الله ما شاء الله الله اكبر. وعندي ادي العصايه الاستانلس بتاعه، وادي شكل
الهاند بلندر دي سعره 450 جنيه. عندي 3 انواع، عندي النوع الاول ب 300 والنوع الثاني ب 350 والنوع الثالث ب 450 جنيه. طبعا دول كده بالنسبه للانواع. عندي في هنا هاند بلندر ثاني، طبعا عندي انواع كتير واشكال مختلفه واشكال في منتهى الجمال. ادي الوش بتاعه زي ما ظهر كده امام حضراتكم بالنسبه لراس الموتور، ادي المنظر بتاعه دي سرعتين. عندي طبعا ادي الوش العصا الاستانلس وادي الدرق بتاعه، ده طبعا سعره 450 جنيه. طبعا ده يختلف في الاحجام وفي الاشكال وفي الواط، اهم حاجه عدد الواط اللي عندي. عندي طبعا انا ما عرضتش الاطباق دي، ده الحجم الكبير انا نسيت اعرضه من النوبه اللي فاتت، وده الحجم اللي يليه على طول، ده واقف عليها ب 13 جنيه سعره 15 جنيه، ده الحجم الكبير، ده واقف عليها ب 11 جنيه وربع. طبعا هبيعه برضو نفس النظام ب 15 جنيه، 15 15. اظن دول كده بالنسبه للاطباق. نخش ونشوف الحلل. عندي هنا بالنسبه للحلل زي ما ظهر كده امام حضراتكم، دي الحله الاولى. طبعا عندي هنا مكونين من 3 حلل والثلاثه احجام متتاليه، الحجم الاكبر ثم الاصغر ثم الاصغر. عندي ده حجم زي ما ظهر كده امام حضراتكم، دي طبعا بالنسبه للحلل اللي انا بظهرها حاليا، هفرج حضراتكم عليها وعلى الماتيريال الخاص بيها. عندي ده الظهر بتاع الحلل، الحلل دي طبعا في منتهى الجمال والسماكه بتاعتها في منتهى الجمال. هلف مع حضراتكم ادي شكل الحله، شايفين الشكل او المنظر بتاع الحله عامل ازاي؟ طبعا ليها اليدين، وادي الشكل من الداخل بالنسبه للحله، نظيفه. الحله دي مستعمله، ولكن انا ما بحبش اجيب الحلل المنقره بسمار او بصماد. طبعا انا جايب الحلل الحجم الكبير، وده الغطا بتاعها، ده طبعا شكل الغطا من الداخل نظيف، شايفين الغطا عامل ازاي؟ وادي الظهر بتاع الغطا، ولكن عندي الراس بتاعت الغطا اهي، شايفين عامله ازاي؟ ادي الراس اهي، ادي الوش بتاعها والظهر. وعندي هنا لو بصيت على الحله اهي من الداخل، دي الحله طبعا الحجم الكبير اهي، دي شكلها من الداخل، وادي شكل الجنب، وادي شكل الظهر. حله نظيفه، الحله نظيفه. وادي الغطا بتاعها بيقفل عليها 200 110 على 10. ادي منظر الحله معايا، حضراتكم شايفين الحله عامله ازاي؟ دي الحله الاولى. طب ممكن يا حاج مصطفى نشوف الحله الثانيه نبص عليها. ادي الشكل بتاع الحله الثانيه، نفس النظام اهي من الجناب، نضاف يشتغلوا مع حضرتك في البيت طبعا في اي شيء انت حابه تستخدمي الحله فيه. وادي الشكل من الداخل، حله نظيفه. عندي ادي شكل الغطا نظيف. وادي شكل الظهر بتاع الغطا، وادي شكل بسم الله ما شاء الله الله اكبر. والحله نفس النظام حجمها كبير. ادي شكل الحله، دي الشكل الثاني للحله. طب عايزين الشكل الثالث للحله، ادي الشكل الثالث للحله. ادي شكل الجناب الخاصه بالحله، بسم الله ما شاء الله، نظيفه من جوه، نظيفه 10 على 10. ادي شكل الغطا زي ما ظهر امام حضراتكم، وادي الظهر بتاع الغطا. هقفل كده معاه 3 مستويات بالنسبه للحلل. طبعا مستوى اول، مستوى ثاني، مستوى ثالث. طبعا اللي هياخد الحلل دي ربنا يجعل لكم نصيب في الاشياء اللي انا بقدمها. دول منظر وشكل ال3 حلل معايا اهم زي ما ظاهرين كده امام حضراتكم. ادي المنظر بتاع ال3 حلل. وطبعا الحلل دي انا هبيعها بكام؟ الحلل دي عملت معايا على الميزان عند صاحبها، عملت 4 كيلو و400 جرام على ميزانه هو، انا ما وزنتش عندي. طب سعر الحلل كام؟ انا هبيعها بالكيلو. طبعا الكيلو هيعمل معايا 200 جنيه، او انا عايز فيهم 850 جنيه. اظن انا كده بالنسبه ل3 حلل. طيب انت عايز ايه تاني يا حاج مصطفى؟ في حلل عندك تاني؟ في طب ايه الشكل او المنظر اللي عندك؟ شايفين الحلل دي بسم الله ما شاء الله. ادي شكل الغطا، الحلل دي نضيفه على فكره، عايزه الاخت اللي تاخدها الدعكه الجميله من ايديها. شايفين الشكل عامل ازاي؟ وادي الشكل من الداخل نضيفه، سماكه الالومنيا 6 مللي، حلل تقيله. ده الصماد اللي فيها يتشال ما فيهوش اي مشكله. وادي الجناب وتحفه واتقل من اللي انا اتكلمت عليها دي، شرحتها ووصفتها. الحلل دي شكلها حلو وشكلها جميل، والطقم فيها بيتباع ب 6000 جنيه وب 5000 جنيه وب 3500 جنيه. عندي ادي الحله الاولى، وعندي دي ادي الحله الثانيه. ادي شكل الغطاء الخاص بيها والظهر، وعندي ادي الشكل من الداخل بالنسبه للحله، وشكل الجناب. الحلل دي في منتهى الجمال و6 مللي وثقيله وحاجه روعه وحاجه جميله وحاجه كويسه. وادي الشكل الثاني الحله الاخيره بسم الله ما شاء الله. الحلل دي تيفال. ادي شكل الغطا من جوه. وطبعا دول انا عايز فيهم كام؟ عايز في الحلل دي عايز فيها 850 جنيه. وادي الشكل العام بالنسبه للحلل، وادي شكل
الطقم امام حضراتكم. حاجه كويسه وحاجه جميله وحاجه في منتهى جمال. اظن انا كده وضحت وخلصت كل المعلومات اللي عندي، وانا اسف على اطاله الفيديو. ان شاء الله اللي عايز اي شيء يتواصل معايا عن طريق الهاتف، وبالنسبه لرقم الهاتف 0333 76 71 8، وبالنسبه لعنوان صفة اللبن محافظه الجيزه امين مدرسه طه حسين او احمد شوقي الابتدائيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.